أغرب ما يمكن أن تسمعه. وأيضا يتكلمون عن الخليفة الأموي عبد الملك بن مروان رحمه الله، وأن الدين عباسي إلى آخره. وهذا الخنفوش يردد كلامه، يبغبغ كلامه، ولهذا يجب معرفة التواريخ وضبطها، وستفهمون ما أعني. ما لا يخبركم به هذا الخنفوش هو أن باتريشيا تراجعت، وقد قام أيضا بنشر فيديو يريد أن يقول فيه أنها لم تتراجع. بالطبع باتريشيا لم تتراجع عن كل أقوالها، وإلا لكانت انتهت القضية، لكنها رغم ذلك تراجعت عن الكثير، وخاصة بعد اكتشاف مخطوط صنعاء. وحتى مخطوط صنعاء يقولون فيه الكثير من الأشياء، وصدق الله تعالى ذكره حيث قال في محكم كتابه: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى. صدقت يا ربي. المهم، الخنفوش يصر ويستشهد بكل هؤلاء المستشرقين المسيحيين الراديكاليين مثل كرونا كما قلنا، كريستوف لاكسنبرغ. وكريستوف لاكسنبرغ ليس حتى اسمه الحقيقي، وعلل على استعماله لاسم مزيف لأنه قال مخافة أن يتم اغتياله من طرف المسلمين. لا حول ولا قوة إلا بالله. أو يستشهد كذلك بجي سميث. جي سميث صاحبي، سوف أريكم من هو جي سميث. سوف نرجع إلى هذا الحقير بعد أن نكمل كلامنا. ويستشهد أيضا مثلا بستيفن شوميكر. وستيفن شوميكر هو من قال أن الإسلام تم اختراعه في زمن الخليفة عبد الملك بن مروان. لهذا أكرر مرة أخرى، ركزوا في التواريخ. لنضع القرآن الكريم والحديث والروايات جانبا، ونرى فعلا هل ما يقوله هذا الخنفوش الفنخوش المستخنفش الدجال حول التاريخ الإسلامي حق، أو هو فقط يبغبغ كلام هذا الراديكاليين. وستعلمون لما أقول هذا. يردد الخنفوش قول أن المخطوطات تدل على أن الإسلام تم اختراعه على الأقل من 50 إلى 100 عام بعد الفترة الزمنية المعروفة عند المؤرخين المسلمين. سأعرض لكم بعض المخطوطات، ولدي مفاجأة في الأخير إن شاء الله تعالى. المهم، لنكمل. لدينا مخطوطات ليست إسلامية وذكر فيها اسم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالاسم. المهم، ضعوا هذا التاريخ بين أعينكم. وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في السنة 11 بعد الهجرة، الموافق لسنة 632 CE Common Era أو ميلادي. سأقول فقط CE عندما تسمعون CE ميلادية. أوكي، لنبدأ بعرض المخطوطات. مثلا سأضع لكم في الأخير خط زمني، وسنضع كل هذه الأزمنة ونرى هل ما يدعونه حق أم فقط كذب التدليس. عندنا مثلا مخطوطة دوكترينا جاكوبي في السنة 634 CE. لغتها الأصلية هي اليونانية، وتقول المخطوطة بالإنجليزية، تقول For the prophet is false and has appeared among the Saracens and is called Muhammad. هنا Saracens هم العرب. ترجمت هذه المخطوطة بالعربية لأن النبي كاذب وقد ظهر بين السراسنة ويدعى محمد. رسول الله صلى الله عليه وسلم مذكور بالاسم، قالوا عليه كاذب لأنه خالف ما يؤمنون به. أتى بأن عيسى ليس إله وليس ثالث ثلاثة. والسراسنة كما قلنا هم العرب. ما يهمنا هنا هو محمد صلى الله عليه وسلم مذكور بالاسم صلى الله عليه وسلم. لدينا The Fragments of the Arab Conquest 636 CE. وهذه المخطوطة تتكلم عن غزوة يرموك الذي قادها خالد بن الوليد في عهد خلافة أبو بكر الصديق رضي الله عنهم أجمعين. وفيها كلما رأيت النقط يعني مفقود هذه الكلمات. في السطر الثاني مكتوب محمد بالاسم، وفي السطر الرابع مكتوب وجاءوا، السطر الخامس مكتوب ومن، السطر السابع وهرب الرومان، السطر الثامن وفي شهر يناير عقد أهل حمص اتفاقا على حياتهم وتم تدمير عدد من القرى بواسطة محمد. هنا
لأن كاين ذوك النقاط يرمون شبهة أخرى، وهذه الشبهة هي يقولون بأن محمد لا زال على قيد الحياة صلى الله عليه وسلم، وهذا خطأ فقط لأنه ليس لدينا كلمتين قبل وبعد اسم رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأنه عندما نقول مثلا اليوم أمة محمد، هذا لا يعني أن محمد صلى الله عليه وسلم لا زال حيا. هل فهمتم؟ يعني عرب محمد صلى الله عليه وسلم لا يعني أنه كان مع العرب في غزوة يرموك. المهم لنكمل. لدينا مخطوطة سيبيوس، وهذه المخطوطة تحتوي على معلومات خطيرة جدا. سيبيوس هو أسقف مسيحي Christian Bishop، وهو المعروف باسم أبو التاريخ الكنائسي أو something like that, Father of the Church History. يعتقد أنه أكمل كتابته التاريخية حوالي منتصف القرن السابع، تقريبا بين 660 و 680. لديه عدة كتب، منها Against Heraclius، منها The History of Armenia. المهم الكتاب الذي يهمنا هو سيبيوس History، تاريخ سيبيوس، مترجم من الأرمينية إلى الإنجليزية بواسطة روبرت بيدروسيان، شيء من هذا القبيل. انظروا إلى هذا الموقع. هذا الموقع يسمى us.archive.org، ليس عربيا وليس مسلما، غربي 100%. وهنا إذا قمنا بالبحث في الصفحة عن اسم محمد صلى الله عليه وسلم سنجد أن اسم محمد مذكور صلى الله عليه وسلم في 5 مواضع. وهنا سبحان الله انظروا إلى ما يقول سيبيوس: محمد شرع ألا يأكل الجيع يعني الميتة، وألا يشربوا الخمر، وألا ينطقوا بالكذب، وألا يرتكبوا الزنا. لأنه ما يقول سيبيوس هنا هذا ما نؤمن بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أتى به. المهم لنقم بوضع خط زمني ونضع عليه كل المعطيات التي عندنا ونقارن. هنا قلنا وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت سنة 11 للهجرة، الموافق ل 632 ميلادية. ويتكلمون أيضا عن عبد الملك بن مروان، هو من ابتكر القرآن. المهم تاريخ ولادة عبد الملك بن مروان كانت في السنة 26 للهجرة، الموافق ل 647 ميلادية CE. استلم الحكم بعد أبيه مروان بن الحكم سنة 65 هجرية، الموافق ل 686 CE. الآن لنضع المخطوطات. لدينا مخطوطة دوكترينا جاكوبي، جاءت في تاريخ 634 CE، يعني 2 فقط بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الآن مخطوطة The Fragments of the Arab Conquest جاءت في 636 CE، يعني 4 سنوات فقط بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهناك أيضا مخطوطات عديدة ولم أذكرها فقط لأنني حاولت أن أذكر فقط المخطوطات التي تحتوي على اسم محمد صلى الله عليه وسلم بالضبط. أو لدينا مثلا مخطوطات بيبايروس المعروفة ب PERF 558، جاءت في سنة 643 CE، يعني 11 سنة فقط بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن لم أذكرها لأن اسم رسول الله لم يذكر بالاسم، ولكن فيها البسملة وفيها الرحمن وفيها الرحيم. وأن مخطوطة سيبيوس جاءت متأخرة بعض الشيء، ولكن أنا أستشهد بها لأن فيها معلومات خطيرة، لأنها توافق ما أتانا من الحديث ومن سيبيوس نفسه أبو التاريخ الكنائسي، وهو من الروم من أرمينيا، وهو مؤرخ كبير بالنسبة للمستشرقين. هل رأيتم؟ هذه مخطوطات ليست عربية وليست إسلامية، ورأيتم أن هناك أدلة على أن ما يقولونه كلام فارغ. ولهذا يجب معرفة الخطوط الزمنية كما قلت، لأن هؤلاء الدجالين المدلسين يلعبون في التاريخ الإسلامي. لنرجع إلى المدلسين والخنفوش. هناك مدلس آخر وهو دان جيبسون، الذي قال إن مكة هي مكان خيالي، ومكة الأصلية هي البتراء، واستنتج ذلك وقال إنه إذا نظرت إلى المساجد في الإسلام المبكر لم تكن تشير فعليا إلى مكة على الإطلاق، بل كانت تشير إلى البتراء. And guess what؟ وهل تعلم أن للخنفوش فيديو يثبت فيه أن مكة هي البتراء؟ كلام فارغ واستهزاء بالمسلمين، ويستهزئ حتى بمشاهديه. المهم سنمر مرور الكرام على هذا الكلام الفارغ، ولكن إذا كنتم تريدون الرد عليه فقط أعلموني في التعليقات. ونعود إلى جي سميث.
الخنفوش يستشهد بهذا الحقير جي سميث an American Christian evangelist، مبشر مسيحي أمريكي دجال نمبر 1. ها أنتم استمعوا إلى ما يقول بفمه